تعالى بقول لك في السريع السنتوفل كده ازاي تعمل فلوس صح. فحضرتك بعد ما بتخلص ثانويه عامه بتروح تقعد مع اصحابك على القهوه، طبعا انت عارف قعده القهوه، كل واحد بيجيب ورقه وقلم وكوبايه شاي ويلا نعمل واحد اتنين تلاته. بتجرب الواحد اتنين تلاته بتلاقيها مشيت ومعاك فلوس. انا عرفت امسك فلوس، انا كده ناجح. امال انا عمال ابيلد في كارير باص وكليه واقدم وكورسز وسمر كورس وانزل مش عارف ستودنت اكتيفيتي ماله واروح تريننج ماله. طب ما انا بعمل فلوس، انا اوريدي هو بعمل فلوس، ايه المشكله؟ وحضرتك طبعا عشان ما فيش تخطيط للمستقبل وبتمسك فلوس دلوقتي، فانت لازم تروح تشرب الكافي بتاعك من اوف بليس معين، ومتعود ان انت تلبس حاجات معينه من حتت معينه، وحضرتك طبعا متعود ان انت تابجريد الايفون بتاعك كل فتره او بيريود معينه من الوقت، لان انت جامد بوفتيكه، انت خلاص بقيت بتعرف تمسك فلوس. وفي نفس الوقت مفيش تخطيط، في نفس الوقت الدنيا او الظروف اللي اهلتك ان انت تعرف تمسك فلوس دلوقتي من غير تخطيط، هوب مره واحده تشقلب ضاعت الفلوس. بس انا متعود امسك فلوس، طب ارجع للكارير باص بتاعي، مش عارف، انا بهرش، عايز اشرب الكافي بتاعي، عايز اجيب الوايد ليج بتاعي اللي انا بجيبه من الحته الفلانيه، انا الصيف ده لازم اروح الساحل، انا اتعودت ان انا امسك فلوس مش عارف اعمل ايه. هتبدا تهرش، حضرتك هتبدا تهرش عشان تجيب فلوس بغض النظر عن انت ممكن تعمل ايه في حياتك. هتنزل تشتغل اي شغلانه، هتنزل تعمل اي حاجه، لان انت مش قادر تعيش من غير الفلوس اللي انت بقيت تعرف تمسكها وبقيت تعرف تعملها. الموضوع انتهى، انت بدات تحط نفسك في حته ايفون، مش تعرف تداون جريد لنفسك ان انت تمسك نوكيا 6610. الموضوع بالنسبه لك انتهى. فانا ستيل لسه محتاج امسك الفلوس اللي انا كنت بمسكها. نفسيتي مش حلوه، ما بقتش عارف اكيب اون واكيب تراك على الحاجه اللي انا كنت مكمل عليها. ليه؟ عشان حضرتك مفيش تخطيط، حضرتك من البدايه ما خططتش، حضرتك من البدايه مش شايف ان من البدايه اصلا ان كده كده الفلوس اللي انت كنت هتتحصل عليها دلوقتي هتتحصل عليها بعدين وممكن كمان اكتر، بس بشكل معين وبطريقه تانية صح. حضرتك انا عايزك تبص معايا بصه صغيره على الدكتور اللي بيقعد 15 سنه لحد ما فصوص مخ بتورم بيذاكر. هو حرفيا ممكن في سنتين ثلاثه يعمل فلوس قد اللي انت عملتها طول حياتك. طبعا ما بتكلمش على كل، انا بتكلم على فئه معينه اللي بتشغل دماغها بعد كده، انت فاهمني يعني. تمام؟ ازاي بيعرفوا يعملوا فلوس؟ ليه؟ طب ما هو كان قاعد بقى السنين دي كلها كان ساب الطب وكان قاعد بقى افكر بس ازاي يعمل فلوس. ما هو شخص ذكي زيه زيك يعني. فاللي انا عايز اقوله لحضرتك بعد اذنك، الفلوس كده كده اللي انت تحصلت عليها دي والله العظيم فلوسك، شئت ام ابيت، رفضت او وافقت، عملتها دلوقتي عملتها بعدين، هي فلوسك. بس الصح ان انا اعملها بطريقه صح، بلس ان انا الخبره اللي انا بكتسبها دي لازم تكون خبره ليها علاقه بالحاجه اللي انا ببنيها. ما ابقاش راجل بتاع بيتزا واروح اشتغل في حاجه ليها علاقه بالتبريد والتكييف، تمام؟ الا اذا لو كنت عايز تعمل بيتزا بطعم الفريون، فاهمني؟ وانا في النهايه اللي انا عايز اقوله لك هلخصه لك، حضرتك ما بقولكش ما تعملش اللوكال براند بتاعك، اعمل اللوكال براند بتاعك، بس قبل ما تعمل اللوكال براند بتعرف تخيط، بتعرف تمسك القماشه كده، تعرف تقيم الجلابيه دي، تعرف تقول الجلابيه دي قماشتها كذا، تعرف تقول ان انا لو جبت متر توب لو اتعمل منه قد كذا